عليكم، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير. هتكلم دلوقتي بإذن الله عن الدوال الزوجية والفردية. عندي الفانكشن بتكون even أو odd. طب أنا ازاي بعرف إن هي even أو odd؟ عندي طريقتين بعرف بيهم، طريقة هندسية وطريقة جبرية. نبدأ كده بالطريقة الجبرية. الطريقة الجبرية بتقولي لو أنا دلوقتي بتكلم عن دالة even، دالة زوجية، هعرف ازاي إنها دالة even؟ عن طريق إن أنا أعوض بالدالة f minus x واعوض ب fx، لو طلعوا بيساووا بعض هتبقى ساعتها هي دالة زوجية. طب ازاي؟ لو انا خدت دلوقتي اشهر دالة زوجية معانا اللي هي البارابولا، اللي هي القطع الزائد، اللي هي f of x بتساوي x سكويرد. طيب f of x بتساوي x سكويرد، طب هجيب f of minus x ولو طلعت بتساويها يبقى هي زوجية. طب ال f of minus x كله سكويرد، كل سكويرد هيبقى بيساوي ايه؟ الماينس هتروح هتبقى بوزيتيف فهتساوي x سكويرد، يبقى كده f of x بتساوي f of negative x، فبالتالي هي دالة زوجية. يبقى الدالة الزوجية بتتعرف ازاي؟ ان انا هجيب f of negative x و f of x لو طلعوا بيساووا بعض هتبقى هي دالة زوجية. طيب ده كده الطريقة الجبرية ازاي اعرف ان هي دالة زوجية. طب الطريقة الجبرية ازاي اعرف انها دالة فردية؟ اشهر دالة فردية معانا هي x أس 3 x كيوبد، اللي هي الدالة التكعيبية. يعني ازاي بعرف ان هي دالة فردية؟ بجيب f of negative x ونيجاتيف f of x لو طلعوا بيساووا بعض هتبقى الدالة فردية. طيب f of negative x بتساوي ايه؟ نيجاتيف x كله أس 3 كله كيوب، ده هيساوي ايه؟ النيجاتيف مش هتروح هتفضل موجودة، تبقى نيجاتيف x أس 3 نيجاتيف x كيوبد. طيب انا عندي هنا نيجاتيف f of x برضو نيجاتيف x كيوبد، فبالتالي الاتنين بيساووا بعض، يبقى هي كده دالة فردية. يبقى دي الطريقة الجبرية ازاي بعرف انها دالة زوجية او فردية. طب الطريقة التانية اللي هي الطريقة الهندسية، بعرف ازاي؟ عن طريق التماثل. التماثل يعني حاجة زيها بالظبط بس موجودة في مكان تاني، باخد حاجة بعمل عليها تماثل. الحاجة دي بتكون بمثابة محور تماثل مثلا، وبقيس عليها هي متماثلة ولا لا. فالدالة الزوجية بتكون سيمتريك أو متماثلة حوالين محور الصادات، حوالين واي اكسس. فأنا عندي هنا الدالة الزوجية بتكون متماثلة حوالين واي اكسس. أشهر مثال قلنا لو أنا عندي اكس سكويرد بتكون متماثلة حوالين محور الصادات. يعني أنا لو عندي كده الخط ده، الجزء ده هيكون زي ده بالظبط، متماثل حوالين محور الصادات، حوالين واي اكسس. طيب ده كده ازاي بثبت ان الدالة ايفن، الدالة زوجية. طيب ازاي بثبت بقى انها فرديه؟ بتكون متماثله برضو عن طريق محور، عن طريق نقطه الاصل، الاوريجين بوينت. هنا لو احنا اتعاملنا مع الاوريجين بوينت كده ان هي المكان اللي بعمل عليه التماثل، هلاقي الجزء اللي هنا زي اللي هنا بالظبط. طب هو ليه حل هندسي؟ لان هو معتمد على الرسومات، معتمد على الشكل الهندسي بتاعها. يبقى الداله الزوجيه بتكون سيمتريك على واي اكسس، بتكون متماثله على محور الصادات. طيب احنا عندنا هنا الداله الفرديه بتكون متماثله حوالين نقطه الاصل، يعني بتعامل مع نقطه الاصل انها المحور بتاعي او الحاجه اللي انا بقيس عليها السيمتريه، فبالتالي الجزء اللي فوق زي اللي تحت بالظبط، او الجزئين متماثلين مع بعض بالظبط. يبقى دي الطرق اللي هثبت بيها اي داله هل هي زوجيه ولا فرديه. فدي كده عامه لو جاب لي اي داله، لو جاب لي مثلا دوال كسرات الحدود، لو جاب لي اي نوع من انواع الدوال، هثبتها بالطريقه دي. اختار اي حاجه، طريقه جبريه طريقه هندسيه، والاتنين صح. بس في حاجات مشهورة جدا ان احنا المفروض نكون عارفينها. في دوال مشهورة جدا انها زوجية، ودوال مشهورة جدا انها فردية. زي ايه؟ زي في التريجونومتريك فانكشنز، يعني في الدوال المثلثية عندنا من اشهر الدوال الزوجية الكوساين. الكوساين والسيك، طبعا سيك بما انها مقلوب كوساين فلو هي زوجية تبقى هي كمان زوجية. فبالتالي الكوساين لو احنا شفنا الرسمة بتاعتها فهي متماثلة حوالين واي اكسس، هي سيمتريك حوالين واي اكسس، فبالتالي هي زوجية، هي ايفن. السيك برضو متماثلة حوالين واي اكسس، فعشان كده هي ايفن برضو. طيب عندنا هنا في التريجونومتريك فانكشن مين اوت؟ عندنا ساين والمقلوب بتاعها يبقى كوسيك، وعندنا تان وكوتان المقلوب بتاعها. ليه؟ لو جينا هنا نشوف الرسمه بتاعتها هتكون متماثله حوالين نقطه الاصل، حوالين الاوريجين بوينت. هنا برضو الكوسيك نفس الكلام، متماثله حوالين الاوريجين بوينت. طب التان متماثله حوالين الاوريجين بوينت، وهنا برضو الكوتان متماثله حوالين الاوريجين بوينت. يبقى احنا استخدمنا بطريقه الحل الهندسيه وشفنا الرسومات بتاعتهم، لقينا هنا متماثله حوالين واي اكسس فبالتالي هي ايفن، هنا متماثله حوالين اوريجين بوينت فبالتالي هي اود. طب ايه تاني من الدوال المشهوره جدا اللي احنا لازم نكون عارفينه؟ الابسوليوت فانكشن، اللي هي داله القيمه المطلقه. لو اف اوف اكس بتساوي ابسولوت فاليو اوف اكس، هي كده متماثله حوالين واي اكسس، الجزء اللي هنا زي اللي هنا بالظبط، سيمتريك على الواي اكسس، فبالتالي هي ايفن. هنا عندنا من اشهر الدوال الفرديه الراشنال فانكشن، الداله الكسريه اللي هي 1 over x.
1 over x. هنا رسمتها عامله كده، فبالتالي هي متماثله حوالين الاوريجين بوينت، فهي من اشهر الدوال الفرديه عندنا، من اشهر الدوال اللي هي الاود عندنا. طيب اخر نوع عندنا وهو الدوال اللي الاس بتاعها اصلا زوجي، اللي الباور ايفن، فبالتالي هتكون ايفن، زي مثلا اكس باور 4 او اكس باور 6 او اي اس زوجي عامه. طيب هنا عندنا في الاود اي اس برضو فردي، يعني اي باور فردي، يعني مثلا اكس باور 3 اكس باور 5 اكس باور 7، يبقى ساعتها هتكون الداله فرديه. فده كده اتكلمنا عن الدوال الزوجيه والفرديه، امتى تكون زوجيه وامتى تكون فرديه. عندي طريقتين، طريقه جبريه وطريقه هندسيه، الاثنين صح، بحل بدي او دي او ممكن احل بالاثنين عشان اتاكد. اتكلمنا عن اشهر الامثله اللي في الدوال الزوجيه واشهر الامثله اللي في الدوال الفرديه، وممكن هو يجيب لي حاجه بره دول وانا اعينها، فاعينها باستخدام الطريقه دي او دي، ودول اشهر الامثله عليه. فده كل اللي اتكلمنا عليه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا، وشكرا لحسن استماعكم.